جوك نعيمة. وين؟ لعندك. بتاع برا. لا تاع الداخل راني جاي. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. ضيفتنا اليوم يطلق عليها او اطلق عليها بالاحرى اسم حرباء البرلمان وافعى السياسه. معنا اليوم الزميله الصحفيه السابقه والنائبه عن حزب جبهه التحرير الوطني عقيله ربحي. اهلا بك عقيله. مرحبا بك الاخ بلال، شكرا على هذه الاستضافه الطيبه. وشكرا على التقديم. لماذا يقال عقيله ربحي افعى البرلمان وحرباء السياسه او بالعكس حرباء البرلمان او افعى السياسه؟ طبعا هذه ربما مقولة ترجع بالأساس إلى مواقفي. دقيقة. نعم. مواقفك يعني حرباء، تعرفي الحرباء وش هي؟ الحرباء تبدل لي كولر. نعم. عقيلة تبدل لي كولر. لا طبعا أنا نقول أنا عمري ما بدلت لي كولر، العكس أنا دائما ثابتة في مواقفي وهي مسجله ومتلفزه. يعني كي عقيله نحسبها عجبوها المواصفات اللي قالهم بلال وراح يتخير منهم اللي ساعدها. انا افضل اني انا نقول افعى السياسه وليس حرباء السياسه، لانه كاين فرق بين الافعى والحرباء. الافعى لديها شجاعه، اما الحرباء فهي التي تتغير بتغير المواقف. ولكن قبلت لا انا قبلت كلمه افعى ولم اتقبل كلمه حرباء، لانه الافعى هي ذات شخصيه قويه. أنا قوية في شخصيتي. معليش شكون يقول على عقيلة حرباء؟ لا أنا لم أسمع بهذه الكلمة، سمعتها من عندك أنت. لا يا حبيبي. وأنا أحترم يعني رأيك فيها. يقال أنه تتبع الموجة وين راح تمشي معها. لا العكس، أنا لا أتبع الموجة، أنا لدي مواقفي وشجاعة في مواقفي. أنا كنت يعني من النساء اللواتي ساندنا فخامة رئيس الجمهورية. هذا مشهود. نعم. ولكن كنت من النساء اللي ساندوا بالخادم. بعدين ساندوا بسعيداني، بعدين عاودوا ساندوا بالخادم، ثم سعيداني، ثم بالخادم، ثم سعيداني، ثم بالخادم، ثم سعيداني. بلال أنت مخطئ في هذا، اسمح لي باش نقول لك. بس مع سعيداني إن شاء الله. لا، قضية أني أنا إنسانة منضبطة في حزبي. أنا لما كان بالخادم أمين عام للحزب كنت نخدم معه، لما جا سي سعداني راني معه. وعقيلة ربحي نفس عقيلة ربحي. نعم. مسينية مع قائمة اللي ترأسها يعني ضمنيا. نعم. طاهر خاوة. لا هذه مغالطة كبيرة. أنا أفند من هذا المنبر أني أمضيت مع طاهر. لا يقال أنه عندنا لا اسمح لي الأخ بلال، لما تقول يقال والواقع شيء آخر. يا عقيل. نعم. عندنا القائمة وعندنا الإمضاء. نعم. ديالك يا أخي أنت عقيلة ربحي. نعم. أنا نعرفك جيدا. نعم. نعرف الإمضاء ديالك نفس الإمضاء. نعم. عند خاوة هو نفس الإمضاء عند جميعي. ولكن سؤال مطروح، اسمح لي الأخ بلال هنا. شكون سينيا في بلاصتك؟ اسمح لي. لا احنا لما دخلنا في العهدة البرلمانية كانت الكثير من القوائم تجينا قائمة لإعادة النظر مثلا في قانون النائب. اسمح لي. مفهوم. وقوائم الناس استغلت تلك القوائم يبدلوا، يعني يجيبوا طيب يا اسمع انا ما كذبتش. انا قلت باللي لا سينياتور ديالك موجوده. لا ولكن اسمح لي انا لم اطلع، اسمح لي انا ما شفتش السينياتور تاعي اللي راك تقول عليها عند خاوه. انا لم اراها ولم امضي مع طاهر خاوه، بالعكس انا لو كان جيت مضيت مع طاهر خاوه انا دائما يعرفوني الناس. يا عقيله انت مضيتي مع بالخادم. يا عقيله خليني الله يخليك، انت مضيتي مع بالخادم ومضيتي مع سعيداني، واش اللي يمنع اليوم تمضي مع قهوه وتمضي مع جميع؟ لا انا ما نمضيش مع خاوه، لا حتى انه يقال تقدري تمضي مع حماس وحزب العمال والارندي. لا العكس انت بلال، انا مواقفي ثابته. انا طاهر خاوه لم امضي معه، بالعكس طاهر خاوه انا لا اتفق معه في الكثير من الامور، فكيف امضي معه؟ نعم. عقيله ربحي حرباء السياسه وافعى البرلمان. تابعوا معنا هذا الكلام. عقيلة ربحية حفافة بصورة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، لا تتفق مع الكثير من النواب والسياسيين بسبب تصرفاتها وخرجاتها المثيرة للجدل. ابنة مدينة الورود قبل سنة 2012 كانت تشتغل حلاقة نساء بأحد محلات مدينة مفتاح، ولأن عقيلة تتستر على مهنة الحلاقة تقول إنها كانت كاتبة في بلدية مفتاح. دخلت إلى قبة البرلمان عن طريق الكوطة في حزب جبهة التحرير الوطني، متقدمة في تصريحاتها الإعلامية لا تتقن اللغات وحتى العربية، وفي أيام العيد والعطل السنوية تجدها تجول بأروقة البرلمان فقط لأنها غير مقتنعة بأنها نائب بالمجلس الشعبي الوطني. عقيلة تملك في سيرتها الذاتية شهادة ميلاد ودبلوم حلاقة، والآن تحاول الحصول على دبلوم في الحقوق بطرق ملتوية. فهل هذا هو المستوى النيابي في مدينة البوليدة؟
عودة إليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من تلفزيون النهار. ما لقيتش واش نقول. طبعا نشكرك على هذا الروبورتاج، والجميع يعرف اني انا اديبه وصحفيه ولي مؤلفات. اسمح لي بلال ما تقاطعني. ليش تقاطع؟ ولي مؤلفات. نعم. ماهوش عيب انك تكوني حلاقه. لا اسمح لي، الحلاقه هذه اذا كنت تتكلم عليها من باب الهوايه كل الجميع يعني لا كثير ماهوش من من باب الناس الهوايه انك نعم. تعترفي انك اعترفتي انك حلاقه تهويل حلاقه، وهذا ماهوش عيب. انا مش عارف علاش حابه ترجعي عيب. ولكن اسمح لي سيدي لا. انا اسمحي لي عقيله رابحي انتقلت من صالون حلاقه الى صالون البرلمان. انا هذا وش المشاهد الكريم. انت مخطئ الاخ بلال. انا كنت كاتبه وعندي كتب، كنت نعمل في الإذاعة. الكتب أي واحد يكتب كاتب. أي صالون الحلاقة هذا الذي كنت أعمل فيه؟ مفتاح كان عندك صالون حلاقة. لا ما كانش عندي صالون حلاقة. مخطئ في هذا الأمر. ما أناش مخطئ. الحلاقة أنا نمارسها كهواية فقط. يتسمى الصح حلاقة يا عقيلة، بلال ما راهوش يكذب. أول مرة عقيلة رابحي تعترف أنها حلاقة. لا اسمح لي سي بلال. اسمها المعارضة اليوم المعارضة أعطينا لها يعني كل الحق انها واش قالت عليك. اذا نائمه برلمان حفافه سيدي سيدي، اذا هذا ماهوش. لا ماشي برلمان. اسمح لي سي بلال، انا راني نقول لك راني كاتبه وعندي كتب موجوده في السوق وعندي جوائز، عندي جائزه رئيس الجمهوريه. اسمح لي اخ بلال ما تبيجينيش، اسمح لي ما تبيجينيش، اسمح لي. عندي جائزه، انت راكي قلتي هذا الكلام. عندي جائزه رئيس الجمهوريه، عندي كتب ومؤلفات. حتى انا عندي. نعم وعندي نمارس الرياضه ايضا. الحلاقه بالنسبه لي فقط هوايه نمارسها في البيت، ما عنديش صالون حلاقه. روح دير تحقيق، اسمح لي. حتى انا عندي بطاقه استحسان ديتها في سنه ثانيه. سي بلال روح دير تحقيق الا لقيت عندي صالون حلاقه ولا كان عندي صالون حلاقه رانا هنايا. هناك اتصال هاتفي عقيل. نعم نسمعوا هذا الاتصال وبعدين نعاودوا له النقاش. من معي؟ الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير اخي بلال. اهلا. معك ابراهيم. انا يعني كاتب وروائي، نكتب بعض القصائد الشعريه. من بين القصائد اللي نعرفها هذه سميتها بعنوان حتى لا ننسى. تكلمت في المضمون نتاع القصيده عن حبنا للجزائر، عن حبنا للابداع، عن حبنا وحب دم الشهداء المسقي. الله يرحمهم. رانا لاحظنا في هذا التعفن اللي راه صار في البرلمان، حتى انه كما راك تحكي يا سي بلال ونحن نتبعوكم على المباشر، انه بعض الحلاقات اللي قالت واعترفت كلمة جملة وتفصيلة بأنها حلاقة بالبرلمان. أنا نتأسف على هذا المستوى. وزيد يا بلال هذه السيدة عقيلة رابحي ونقول لك فقط تعرفها؟ والله العظيم والله تعرفها إبراهيم؟ يا سيد بلال هذه أنا كاتب وروائي مديت لها قصيدة بعنوان حتى لا ننسى، ونذكرها أن تلاقينا في رياض الفتح وأعطيت لها القصيدة وقلت لها هاك انشريها لي. لكن ونزيد نذكرها كنت مع عمي الطاهر والطار، كانت في لقاء مع عمي الطاهر والطار، قالت لي نمد لك الدراهم وننشر لك القصيده. يا هل ترى هذا هو مستوى نيابي؟ المهم انت شديت الدراهم ابراهيم ثاني. حتى انت تبعت له اسم القصيده وبعت المبدا ديالك. انا ما نلوموش عقيله برك. اي والله لا ما نلومش عقيله برك، نلومك انتم ككتاب. انا نتكلم معكم على نقاش على المباشر. لما تطلب منك نائبه يا بلال راني فاهمك من فضلك، لما تطلب منك نائبه بمستوى حكافه خلاص عقيلة نشف فريقها بالاتهامات هادو بزاف عليها يا بلال، نقص شويه. واش نجاوبك؟ انا لا اعرفك يا سيدي، انت نكره. لم اسمع بك، ما نعرفكش انا يا اخي، وما عطيتليش قصيده. انا ما نشدش القصيده، واش ندير بالقصيده تاعك؟ انا باش نقرا القصيده تاعك نقرا قصيده تاع نزار قباني تاع محمود درويش، نقرا قصيده انسان مبتدئ. يعني واش ندير؟ عقيلة قلتي لي انا اديبه وراني رحت للكويت وراني تكلمت زرت عده بلدان. ما رحتش للكويت يا اخي الكريم. هو يقول لك انت قلتي له. شوف ابراهيم خليني نقول لك، خليني من خلالك انت كذلك. لست انا، ربما اخطا يعني لست انا. انتم ككتاب وكأدباء المشكل ما راهوش في مش كاتب. انا قلت اسمح لي كطالب. انا اذا استمريت في هذه المهزله على المباشر سانسحب من الحصه. لا اسمح لي، انا هذا الاخ ابراهيم هذا الشيء اسمح لي، يجب ان الحصه محضره مسبقا. ابراهيم هذا الشيء ليس لك دخل. اسمح لي، اذا كان جماعه من عند الطاهر خوا
يعني خدموا هذا الحصان. ماش انا عم بالي لا الجزائر فيها حريه تعبير، ما لازمش صحفي. خلي ابراهيم هاو حريه التعبير هذه. ابراهيم راهو يقول لك انا نلوم الاخوه الادباء والاخوه الكتاب والشعراء، ولو انه انا ما عطانيش قصيده لانه هناك تقصير من الحكومه في يعني في اعانه هذه الفئه انهم يبيعوا قصائدهم. انا رفعت عليهم لانك ديتي قصيده يا عز بيسمح لي. عز الدين ميهوبي وزير الثقافه يعرفني مليح وعلى باله بالمسار. حاولوا الاتصال بسيد الوزير عز الدين ميهوبي ونشوفوا اذا كان عقيله ربعي يعني عندها كتب وعندها مؤلفات. اتصل بالسيد عز يا عقيله. انا نلوم ابراهيم هذا. نعم صح، تتصل بالناس اللي يعرفوا الشأن الثقافي. هذا ما يعرفش. هذا هذا ما يعرفش الشمسية. هذا تلاقى ما يعرفني، ما تلاقيتش به. انا افند اني نلتقي به. انا علاه نشوف القصيده تاعو، واش ندير بالقصيده تاعو؟ فاهم؟ انا تلاقيت بيك لا اسمح لي اخي، انا راح نتوقف على الحصه هذه لانه تبدو انها حصه مدبره. شكرا ابراهيم. وانا اعرفها فيها كثير من المغالطات والاكاذيب. انا يا اخي قدمت لك كل ما لدي من معطيات ومعلومات. انتم راكم حابين في هذا الحصه باش تستهدفوني، وانا نقول لك ما عندكم ما ديروا. حسناء النواب، انا لست وحسناء النواب وسيدة الأدب والشعر عقيلة ربحي. هكذا سمانا، هكذا راني مارست حرية التعبير وساعدتك. هكذا ساعدتك. شوف ما تبالغ في يعني ما تبالغ في الحفر، يعني تحفر لي. ما تبالغ في انك تكبرني. هذا ما كان لازم تكون. بلال راه يلعب لها على المورال. وعقيلة صح اسم على مسمى، عاقلة بزاف. نائبة برلمانية تقول تحفر لي. نائب وليس نائبة. أخطأت لغويا. كي حكمتيني. نائبة برلمانية. نائب برلماني وليس والله نائبة معناتها مصيبة في اللغة العربية. وهذا هو القصد ديما. مصيبة برلمانية. والله راكم مصائب لدى الناس. والله راكم مصائب. أنت أخطأت. لا أنا كنت قاصد نائبة، كنت قاصد مصيبة. لا ما كنتش عارف وأنا صححت لك المعلومة. يشار بأنه رئاسة بوتفليقة يقرر حل البرلمان بغرفته. تعيين منيا مسلم وزيرة للعمل والتضامن وشؤون الأسرة. رئيس بوتفليقة هو رئيس الدولة. أميرة سليم وزيرة للتربية. رئيس بوتفليقة عنده الصلاحيات باش يحل البرلمان. طاهر خوا وزير للعلاقات مع البرلمان. محمود جميعي غير أكيد وزير للسياحة بدل الوزير الحالي عمار بولي. 4 نواب من الأفلان. يشار لي أنه 4 نواب من الأفلان تلقوا يعني مناصب وزارية. أنا لست من الباحثين عن الحقائب الوزارية، وهذا أمر معروف عند الناس. ماشي لازم نكون برلمانية ووزيرة. برلمانية الحمد لله. لا دوك ولا راكي تطنهي في الناس. لا أنا ولا راكي أسني ولا راكي تستغبي في الناس. ماهيش هكذا. كيفاش الوزراء نعطيك وزراء عمارتو سابقا حروبية، زيار يعني عمار غول، بوشوارب، هادو كاع طلعوا من البرلمان كانوا نواب. صح ماشي بالضروره الوزير لا لماذا قلتي ما نقدرش نكون نائبه ومام وزير؟ علاش محمد جميعي الان وزير السياحه؟ وعلاش اليوم طاهر خوا وزير للعلاقات مع البرلمان؟ على اميره سليم وزيره للتربيه. يقدر النائب يكون وزير ولكن ليس ما يقدرش ليس بالضروره. معناتها النائب يقدر يصبح وزير ولكن ماشي اوبليجي، يعني لازم نائب يولي وزير. عقيلة رابحي المغنيه، الحلاقه، الطلابه، الشياته، تبعي معنا. ايه يا عقيلة احنا نحبوك وعلى هذا حبينا نقلقوك شوية ورانا حكمناك. انا نشكر قناة النهار يعني على هذا المقلب، وانا في الحقيقة ما كنتش نتوقعه، ونقول انه كان فرصة في الحقيقة لانه تكلمنا بصراحة في الكثير من الامور، وانا كما شفتوا كان عندي رغم اني مانيش عارفة باللي كاميرا مخفية ولكن وصلت للاخير لاني انا نحب الصراحة مع الناس وما عندي حتى حاجة اللي نخاف منها يعني ولا نتضايق منها. أنا نقول صحة فطوركم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. عاجل